حاجتكم وجيتكم، وعلى فعل الخير وصيتكم. وحكايتنا الليلة على الجوهرة ديال الدوار اللي تبنت ليها القصور وسكنت وسط العز، وليني دوا من الحال من المحال. خليكم معايا باش نسربو خيوط هاد الحكاية، وباش نعرفوا اش طرا وجرى حتى جراو عليها من قصرها وملكها في نص الليل، وكيفاش قدرت مكيدة تهدم جبل ديال الثقة، والدبليج اللي كان هو الخيط اللي فتح المستور، وكيفاش صدق المثل اللي كيقول دعوة المظلوم كتقطع بحور وهموم، وتبات تحوم حتى ينزل الحق المعلوم. وحلو ديناتكم معايا واجي وحدايا نسربو خيوط هاد الحكاية. كان يا ما كان في زمن من الأزمان، وفي دوار بعيد ما بقى ليه عنوان، مخبي بين الجبال العالية، هواه يشفي العليل وما يروي العطشان، وبيوتو من حجر وطين، وقلوب مواليه عامرة بالصفا والنية. وفي قلب هاد الدوار كانت الدار الكبيرة، دار الشيخ المفضل، اللي ما كانش دار عادية، كانت هي دار الحكمة والعدل، وفيها يتحطوا الرحال. البيوت واسعة والساحة كبيرة، وديما مرشوشة بالماء وريحة السهر، والخدم فيها داخلين خارجين بحال النمل، هادي تعجن هادي الطيب وهادي تقابل الغرس والكسيبة. وفي وسط هاد الدار الكبيرة كانت عايشة واحد البنت ما بحالها بنت في الدوار، لا في السن ولا في العقل، وكان سميتها منانة. منانة اللي كانت يتيمة الأم، وباها الشيخ المفضل رباها بقلبه قبل يدو، وتربت في العز والخير، ولين يزرع فيها حتى القناعة والقلب الكبير، حيت كان راجل حقاني وما كيبغيش الظلم، وكان ديما يحكم بين الناس بالعدل ويفرق بين الظالم والمظلوم. ومننا كانت خليفة باها في الرزانة والحكمة، وكانت هي اللي مسيرة درباها مرمت امها الله يرحمها. وخا كانوا عندها الخدم دايرين بيها وهزين عليها الشقا كامل، مننا ما كانتش كتبقى غير جالسة، كان كيعجبها تشغل وقتها وتونس.